اللي هقوله لك ده معلومات من مسؤولين في نادي بيراميدز. ايه المعلومات اللي في نادي بيراميدز؟ الناس مركزين في الحصول على خدمات حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد قال لك حسام عبد المجيد بقى يبقى عقده بينتهي السنه الجايه، عقده بينتهي هذا الموسم، يحق له التوقيع في يناير، يحق له التوقيع في السنه الجايه، في يناير السنه الجايه. في قلق في المنطقه دي، ماشي؟ يا عم ابو المعاطي ولا قلق ولا اي حاجه يا باشا، ده هم لو عايزين واحنا نلف لهم لفه هدايا كده ونودي لهم لحد عندهم يا باشا، ده يوم الهنا يوم المنى. يا عم انا واحد من مشجعين الزمالك، وربنا يعلم انا بالنسبه لي الزمالك ايه، بس لا يا باشا، لا لو عايزينه يا باشا يتفضلوا اي لعيب من بيراميدز. احنا بالنسبه لنا لو في صفقه تبادليه يا ريت ياخدوا الكابتن حسام، اللي فاكر نفسه كافو بتاع البرازيل ده، ياخدوه. اللي مش عايز يجدد وقرفنا معاه، وهو كوارثه اصلا اكتر من الحاجات الكويسه الايجابيه اللي بيعملها. يعني انا عايز اقول لك ان كابتن حسام عبد المجيد اللي هو احسن، فاكر نفسه احسن مدافع في مصر، ال الكوارث اللي بيتسبب فيها في الملعب اكبر بكتير من الايجابيات اللي بيقدمها لنا. وضيف على ده مش عايز قرفنا معاه في موضوع التجديد. فلا يا باشا، لو هيجي من وراه قرشين حلوين، ولا هيجي من وراه لعيب كويس من بيراميدز يعرف قيمه الفانيلا اللي هيلبسها، ويعرف قيمه الجمهور اللي بيشجعه، مع السلامه يا باشا، اتفضل. وبكل احترام وكل تقدير، ربنا يوفقه في اي حته تانيه. احنا بننتقد كوره بس، لكن من غير تجاوز ولا قله ادب. يا باشا مع السلامه، ربنا يفتحها علينا وعليك. فاهم يعني؟ بيقول لك طلعت اشاعات رايح الاهلي، يروح الاهلي، مع الف سلامه يا باشا، روح الاهلي مفيش مشكله. يعني انت هتبقى احسن من اللي راحوا؟ يعني انت هتبقى احسن من كهربا لما كان جامد؟ هتبقى احسن من زيزو؟ هتبقى احسن من ناس كتير تانية؟ امام عاشور، يعني انت امام عاشور مثلا؟ لا يا كابتن حسام، انت لو عايز تروح الاهلي يا كابتن حسام، وايه والطرق كلها بتؤدي للجزيره والكلام ده، اتفضل مع السلامه. خلينا نكمل. في قلق في المنطقه دي، ماشي؟ لكن المؤكد ان الناس في نادي بيراميدز قالوا ان هم هيتقدموا للحصول على خدمات حسام عبد المجيد من نادي الزمالك. هيروحوا رسمي، يخشوا الباب، هيقولوا لهم لو فلوس وعاوزين 2 مليون دولار احنا جاهزين لشراء، عاوزين نعمل مبادله، صفقه مبادله، احنا موافقين. وكانت المفاجآت ان الناس في نادي بيراميدز عبر وسيط عرضوا على جون ادوارد 3 لعيبه. مفاجاه كان بيتقدمهم رمضان صبحي. قال لك لو هم خلصوا مع رمضان صبحي، لو الزمالك خلص مع رمضان صبحي واقنعه، ما عندناش مشكله، يبقى حسام عبد المجيد مقابل رمضان صبحي. يا نهار ابيض، معقوله؟ معقول. طب هو كان البيراميدز بيطلب كام في رمضان صبحي؟ 3 مليون دولار. طب اللعيب الثاني مصطفى فتحي، قال لك برضه لو عاوزين مصطفى فتحي ماشي، ما عندناش مشكله، يبقى قبال حسام عبد المجيد. طب اللاعب الثالث قال لك ممكن يبقى اسامه جلال ومبلغ مالي لنادي الزمالك. لكن هو قال لك ان حسام عبد المجيد بالنسبه لنا تارجت وهدف، ومش هنسيبه، وهنخش على اداره نادي الزمالك نتكلم معاهم ماشي، قبل ما نيجي بقى ايه يحترف ويروح مش عارف ايه كلام بالشكل ده. قال لك لا، احنا عايزينه وعاوزين نحصل على خدماته، ولاعيب مهم بالنسبه لنا، وامكانياته كبيره، ومستقبل خط دفاع منتخب مصر. طب قال لك طب والنادي الاهلي؟ قال لك احنا مالنا من النادي الاهلي؟ النادي الاهلي مش طرف. يعني مسؤول في نادي بيراميدز قال لك الاهلي مش طرف، وانا رايح اخد لعيب من الاهلي؟ انا في لعيب في الزمالك انا عاوزه، ويهمني ان انا احصل على خدماته، ولعيب لا يمانع في ان هو في التوقيع لنادي بيراميدز والانضمام لنادي بيراميدز، ماشي. لكن هو قال لك انا ماليش علاقه بالاهلي هنا، انا مش هاخد لعيب من الاهلي، ما تسالنيش عن النادي الاهلي، انا هخش البيت من بابه مع نادي الزمالك ومع جون ادوارد. بقول لك يا عم انا عاوز حسام عبد المجيد اللي انت عرضه للبيع، عندي استعداد اخده ب 2 مليون دولار، ده العرض المبدئي. ما فيش حاجه اسمها 5 مليون وكلام من ده زي عمنا. هيبداوا الكلام ب 2 2 ونص، لو بيراميدز دفع 3 يبقى دفع رقم كبير. والله بغض النظر عن كل الكلام اللي انت قلته ده، انا ما لفتش انتباهي غير قصه رمضان صبحي دي. انت عارف لعيب زي رمضان بعد الضجه اللي حصلت معاه لما جه يمشي من الاهلي ويروح بيراميدز والحوارات الكبيره دي، عارف ده لما يجي نادي جماهيري زي الزمالك يلمعه ويرجعه فورمه تاني، ايه الوضع؟ طبعا انا يعني بص، اللي اتلسع من الشوربه مش بعيد مش بعيد بعد كل ده تبص تلاقيه قال لك انا يعني نفسي اروح الاهلي ومش عارف ايه، تبص تلاقي الاهلي خطفه تاني. وطبعا احنا عارفين قصه المبادئ والقيم دي، يعني عشان ما حدش بس يتاجر بيها ويقول لك لا مستحيل يلبس التيشيرت تاني، مستحيل مش عارف ايه. بس عموما مش مشكله، انا لو هيفيدني سنه 2 3 4 مكان كابتن حسام عبد المجيد، لا مفيش مشكله خالص. انا على خط الدفاع في الونش،
في محمد اسماعيل، في احمد حسام، في صلاح مصدق، في اكتر من حد ممكن يلعب مكان الكابتن الجامد جدا كابتن حسام عبد المجيد اللي مش عايز يجدد. تمام. فما فيش مشكله فيها دي. لو هيجي واحد وينج زي رمضان صبحي يرحمنا من شيكو بنزا والقرف اللي بنشوفه من شيكو بنزا، يا سلام، يا ريت يا ريت. وعلى الاقل رمضان صبحي الراجل يعني بص ممكن ماتشين 3-10 يعني نص سيزون يجيب بفورمته ويبقى بص مع الجماهير يبقى جامد. مش لعيب بيزق الكوره ويجري قدامها او يجري وراها من غير ما يعرف هو راح يعمل ايه. لو لحقها بيبقى محتار، يا رب انا ايه اللي حطني في الموقف ده، انا مش عارف اتصرف ازاي. انت فاهم؟ فيا رب افلحت ان صدقت يا كابتن ابو المعاطي. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت رمضان صبحي يبقى في الزمالك. من الحاجات اللي ممكن بص انا عارف ان هو ماشي من الاهلي من فتره والكلام ده كله، بس ما تنكرش ان معنويا حتى ولو بنسبه قليله هيضايق بعض الاهلاويه. بغض النظر عن كده احنا ما يهمناش يضايق او ما يضايقش، احنا يهمنا فورمته في الملعب هتبقى عامله ازاي. انا اتمنى يا رب نشوف رمضان صبحي في الزمالك. شكرا، السلام عليكم.